اكتر ست صعبانة عليا في العالم. بصوا كده بتصور جوزها وهو نايم. انا عايزة اعرف المكان اللي هي قاعدة فيه ده زي المقلب، هما تقريبا 3 افراد بس الشقة زريبة. يعني بجد بصوا المنظر، كل مكان مكركب، كل حتة في المكان مكركبة. صعبانة عليا ليه بقى؟ بصوا كمية المواعين اللي موجودة، كمية المواعين اللي مليانة اكل وهي بتفضيه. فالواحد لما بيبقى عنده عزومة وبعد ما العزومة بتخلص يعني بيبقى حاسس ان هو هينهار، المطبخ ده بيبقى عايز يمشي من مكانه بسبب المواعين الموجودة فيه. فانا لما بيبقى عندي عزومة بحاول اخلص المواعين بتاعة الاكل، يعني بتاعة العزومة قبل الاكل. وطبعا لو قعدتي بعد العزومة وانتختي كده هتلاقي جسمك كله خلاص ريح، ومش هتقدري تعملي حاجة. فالمنظر ده فظيع، يعني لما هم 3 افراد وكل المواعين دي، امال هم لو عندهم عزومة كان هيبقى مواعين قد ايه؟ فبصراحة هي صعبانة عليا. بس ايه اللي يوصل برضو البيت انه يبقى عامل كده؟ ايه اللي يوصل المكان يبقى بالمنظر ده؟ انتوا 3 افراد، فانا مش فاهمة. بس منظر ان هي تخلص وتبتدي تنظف كده وتبتدي تلم الكركبة، ده في حد ذاته كويس. بس لو هي بقى ست بيت شاطرة ما تسيبش مواعينها في الحوض. انا بالنسبة لي ومعرفش بقى يعني هلاقي ناس زي كتير ولا في ناس هتنتقدني. انا بالنسبة لي المطبخ مكركب يعني الشقة كلها مكركبة. المطبخ فيه اي حاجه مش متنضفه الشقه كلها مش متنضفه، انا بحس كده، بحس ان انا مخنوقه اصلا. بس بصوا بقى هنا في حاجه غريبه انا لاحظتها، ان هي اوضه. هو انا في الاول فكرت ان هي دخلت الاوضه وبعد كده طلعت على المطبخ، لا ده طلعت هي اوضه واحده وفيها المطبخ. يعني مش فاهمه ايه المكان ده برضه، اللي هو عايشين في اوضه في المطبخ وانا مش فاهمه ده ايه بقى. انا بيتهيألي انه مثلا يشيل سكن، يعني هو سكن كده مجمع كل واحد بياخد اوضه بالمطبخ. وتقريبا الباب ده باب الحمام بيتهيألي اللي وراها ده. تبتدي بقى انها تنضف، هي صعبانه عليا جدا يعني مش عارفه. انا صعبانه عليا قوي، ما اعرفش بقى بس كل الزباله دي ليه؟ يعني انا مش عارفه بيوصلوا بيتهم كده ليه. والارض ليه على طول عندهم اللي هو الاسمنت؟ ليه الارض اسمنت؟ شفت لهم كذا فيديو ان الارض اسمنت. بصوا بقى المنظر، يعني بصوا المنظر بعد ما خلص هو جميل كده، بس الست الشاطره ما تسيبش بيتها مكركب، ما تسيبش مكانها مكركب، ما تسيبش مواعين كده في الحوض. تعود ولادها يعملوا معاها. الفيديوهات دي بتدي طاقة إيجابية للبنات وبتحفزهم إن هم يعملوا وبتحفزهم إن هم ينظفوا. أنا شيماء غريب، لو أنت أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تحطي الكومنت الحلو اللي شبهك. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات حلوة تعجبكم وتبسطكم. مع السلامة.